الشهيد خليل إبراهيم سلمان الفيلي. ولد الشهيد خليل إبراهيم سلمان الفيلي عام 1955 في بغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وحصل على شهادة الدبلوم في الهندسة الميكانيكية. اعتقل الشهيد من قبل النظام البعثي عام 1980، وتم تهجير عائلته وصودرت أموالهم المنقولة وغير المنقولة. احتجز الشهيد خليل إبراهيم في سجن معسكر الرشيد لمدة 4 أشهر، ثم نقل إلى سجن أبو غريب. تعرض لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ولم يتم العثور على أي أثر للشهيد إلا بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث وجدت جثته ضمن شهداء المقابر الجماعية.